عمرك سمعت حد يمشي وراك سنين كاملة من غير ما تشوفه مرة واحدة؟ ست الحسن حصل معاها كده فعلا. ست بسيطة من قرية صغيرة في الدقهلية، عندها 55 سنة ومن أكتر من 30 سنة وهي شغالة بائعة لبن. كل يوم تصحى قبل الفجر الساعة 3:30 بالظبط، تقوم تتوضى، تلبس الشال الصوف وتشيل جرة اللبن على راسها وتمشي في طريق زراعي قديم. الطريق ده ما كانش فيه نور، لا أعمدة ولا بيوت ولا أي روح ماشية غيرها. بس الغريب إن ست الحسن عمرها ما كانت بتخاف. كانت عارفة الطريق ده أكتر من بيتها، عارفة كل حفرة، كل شجرة، كل صوت فيه. لكن من حوالي 10 سنين الحاجات بدأت تتغير. في ليلة شتوية الضباب كان نازل على الأرض والدنيا برد ساقع، وهي ماشية بالفانوس بتاع الكاز. فجأة الفانوس طفى. مش الكاز خلص، لأ، الفانوس طفى لوحده. وقفت مكانها، الدنيا ضلمة سودة، الطريق فاضي، مفيش حد صاحي ومفيش أي صوت غير خطوات. بس ما كانتش خطوات طبيعية، كانت خفيفة قوي، كأن حد ماشي على قطن وقريبة جدا منها. ست الحسن وقتها قالت بصوت مرتعش: مين؟ محدش رد، لكن الخطوات وقفت. هي قلبها كان هيقف، بس الغريب إن رجليها مشيت لوحدها. أول ما اتحركت الخطوات رجعت تاني وراها مش قدامها. وقفت الخطوات، مشيت وراها. فضلت كده لحد ما قارت الفاتحة، وفجأة الفانوس اشتغل لوحده والنور رجع والخطوات اختفت. صمت. لكن من الليلة دي ست الحسن عمرها ما مشيت في الطريق ده وهي حاسة انها لوحدها. بعدها بشهرين كانت راجعة من المزرعة، جرت اللبن فوق راسها، وفجأة حست ان الحمل خف بشكل غريب، كأن الجرة فاضية. نزلتها بسرعة، بصت جواها مليانة لبن زي ما هي. استغربت، شالتها تاني، رجع وزنها طبيعي. قالت يمكن تعبانة ومشيت. لكن بعد كام خطوة حست بحد شد الوشاح بتاعها من ورا بقوة، وقعت على الأرض. الجرة اتكسرت واللبن اتدلق على التراب. قامت مفزوعة ولفت بسرعة، مفيش حد، لكن كان في أثر رجلين على الأرض كبيرة جدا، والأصابع كانت طويلة بشكل مش طبيعي. ست الحسن وقتها عيطت، مش علشان اللبن، علشان الرعب. رجعت البيت فاضية، وجوزها ساعتها فضل يزعق لها بسبب الجرة، لكنها ما حكتلوش حاجة عشان كانت عارفة إن محدش هيصدقها. بعدها بسنة جوزها مات، وست الحسن بقت لوحدها، لكنها اضطرت تكمل شغل. كل يوم نفس الطريق، نفس الضلمة، ونفس الإحساس إن في حد ماشي وراها. لكن مع الوقت اتعودت، بقت تعرف إمتى هو موجود وإمتى الطريق فاضي. كانت بتحس بيه قبل ما تسمع الخطوات. صمت لحد الليلة اللي كل حاجة اتغيرت بعدها. سنة 2019 كان القمر بدر والطريق الزراعي واضح أكتر من العادي. ست الحسن كانت ماشية لوحدها كعادتها، الضباب خفيف والدنيا ساكتة بشكل يخوف. وفجأة وقفت مكانها. في نص الطريق كانت واقفة عربية قديمة جدا،
سودة بالكامل، واقفة بالعرض، لا فيها نور ولا فيها سواق. ست الحسن قلبها انقبض، بصت حواليها، مفيش أي حد ولا أي صوت. قالت لنفسها هعدي من جنبها وخلاص، ومشيت ناحية العربية ببطء. كل خطوة كانت حاسة إن نفسها بيتقل، ولما قربت من الكبوت سمعت صوت، ضحكت بنت صغيرة بعيدة طالعة من جوه العربية. وقفت مكانها، الضحكة رجعت تاني أعلى شوية. ست الحسن حست إن الدم نشف في جسمها، لكنها فضلت ماشية. ولما عدت العربية لفت تبص عليها، ما كانش فيه عربية أصلا، اختفت كأنها عمرها ما كانت موجودة. بعدها بأسبوع واحدة من الجيران قالت لها حكاية قديمة من أكتر من 50 سنة. بنت صغيرة ماتت في حادثة عربية في نفس الطريق، ومن يومها الناس ساعات بتشوف عربية سودة بالليل ويسمعوا ضحكة بنت صغيرة جاية من جواها. من يومها لو ست الحسن شافت العربية دي ما بتكملش الطريق، يا إما تستنى الفجر يا إما ترجع بيتها. لكن آخر حاجة حصلت هي اللي كسرتها فعلا. من كام شهر صحتها بقت تعبانة، رجليها بتوجعها وبقت تمشي أبطأ. وفي مرة وهي ماشية لوحدها سمعت الخطوات وراها كالمعتاد، لكن المرة دي الخطوات بدأت تقرب، أقرب وأقرب، لحد ما حست إن النفس بقى على رقبتها. وسمعت صوت ست واطي جدا بيقول تعالي نتمشى يا ست الحسن. ست الحسن وقتها ما قدرتش تجري ولا حتى تصرخ، فضلت ماشية والصوت كان ماشي جنبها. كل يوم بعد كده نفس الجملة، تعالي نتمشى، تعالي نتمشى. وفي يوم قررت ترد، قالت بصوت مرتعش انت مين؟ الصوت رد بهدوء انا اللي بتمشي وراكي من سنين. ست الحسن وقفت وقالت ليه ما بتسيبنيش؟ الصوت سكت شوية وبعدين قال عشان أقولك حاجة. قالت إيه هي؟ الصوت سكت طويل وبعدين قرب منها أكتر وقال السنة الجاية هتبطلي تمشي في الطريق ده. ست الحسن حست إن قلبها وقع وقالت ليه؟ الصوت رد عشان أنا هفضل ماشية بس انتي مش هتكوني موجودة. صوت ريح باردة جدا. ست الحسن وقتها فهمت اللي كان ماشي وراها طول السنين دي ما كانش جن ولا عفريت، كان ملاك الموت. دلوقتي ست الحسن لسه عايشة، لسه بتصحى الفجر ولسه بتمشي في الطريق الزراعي لوحدها. لكن الفرق إنها ما بقتش خايفة، بقت ماشية هادية كأنها مستنية اليوم اللي الخطوات فيه هتقف. الصمت. بس قبل ما القصة تخلص في حاجة لازم تعرفها. ست الحسن قالت إن اللي كان ماشي وراها هو نفس الإحساس اللي الناس بتحسه قبل الموت، ونفس النظرة اللي بتظهر في المرايات، ونفس الحاجة اللي الناس بتشوفها في الطرق الفاضية وفي المقابر وفي البيوت القديمة. يمكن هو موجود حوالينا فعلا، بس احنا اللي مش بنشوفه. وفي الطرق الضلمة الناس مش بتمشي لوحدها. وآخر حاجة قالتها ست الحسن قبل ما تختفي
هي جملة واحدة الطريق طويل. بس ألف ست الحسن وقت ما احتفت في صوت طفلة خفيف جدا. بعدها محدش قال ست الحسن تاني، ولا شافها، ولا حتى سمع أصوات تانية في الطريق الزراعي ده. لو عندك حكاية قديمة أو موقف مرعب حصل لك فعلا، اكتبه في التعليقات، ويمكن أعمله قصة كاملة في فيديو جاي. طريق فاضي.